على بعد ساعات قليلة من انطلاق مسيرة أنوال بالحسيمة، والتي سبق لناصر الزفزافي أن دعا إليها قبل اعتقاله، شرعت عناصر الأمن بمختلف تلاوينها والسلطات الأمنية في الاستعداد لتفعيل قرار المنع. منذ الساعات الأولى لصباح اليوم بدأت عناصر الأمن الوطني والدرك الملكي بعدد من مداخل المدينة في التحقق من هوية الوافدين عبر تنقيطهم عبر الناظم الآلي والتحقيق معهم في عين المكان عبر سؤالهم عن الوجهة والغاية من قصد مدينة الحسيمة. نشطاء من مدينة الناظور أوردوا عبر تدوينات لهم أن عناصر الدرك الملكي منعتهم من مواصلة المسير إلى مدينة الحسيمة، طالب منهم العودة من حيث أتوا، وهو ما اعتبره الراغبون في المشاركة في المسيرة قرارا تعسفيا وشططا في استعمال السلطة وخرقا لاحق من حقوق الإنسان. ووسط مدينة الحسيمة قامت القوات العمومية بالانتشار عبر مختلف الأحياء، كما عززت وجودها بساحة محمد السادس التي دأبت على احتضان احتجاجات الحراك، زيادة على استخدام قاذفة للماء لمنع تقدم المحتجين في حالة رفضهم الانصياع قرار المنع الذي سبق أن أعلن عنه وزير الداخلية. نشطاء الحراك بمدينة الحسيمة دعوا أرباب المحلات التجارية إلى إغلاق متاجرهم ابتداء من منتصف اليوم، حيث استجاب البعض في حين واصل الآخرون العمل غير مكترثين بنداءات النشطاء. عدد من المتواجدين في جوهر الأبيض المتوسط اشتكوا من ضعف صبيب الإنترنت منذ صباح اليوم، في حين قال آخرون إنهم يجدون صعوبة في التواصل هاتفيا. بعض النشطاء من خلال تدويناتهم المحوا إلى كون الخروج إلى الساحات من أجل الاحتجاج سيكون ابتداء من الساعة 6 مساء، وذلك ما أكدته الناشطة نوال بن عيسى في تدوين ساخرة بالريفية المقصود منها أن التجول بعد 6 يكون أورع وأجمل. ويواصل المشاركون القادمون من مختلف ربوع المملكة الحج نحو مدينة الحسيمة للمشاركة في المسيرة التي سترفع شعار إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ورفع العسكرة عن الريف والاستجابة للملف المطلبي. فعاليات جمعوية شاركت في مبادرات من أجل إيجاد حل الوضع المتأزم بالريف أوردت من خلال تدوينات عديدة أن هناك أخبارا سارت تتعلق بالريف سيتم إعلانها في المقبل من الساعات دون توضيح ماهيتها، حيث اعتبرها البعض محاولات لحث المشاركين في المسيرة على التراجع وعدم الخروج إلى الشارع.